السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نشوف ميزانية ال50 جنيه عملنا بيها ايه وجبنا ايه وعملنا أكل، حمرنا وعملنا صينية وكمان ظبطنا الدنيا. فيلا بينا نشوف ال50 جنيه بتاعتنا الحلوة دي جابت ايه وعملنا ايه، وهقول لكم كل حاجة في تفاصيل الفيديو. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف عملنا ايه بال50 جنيه. ومفيش حاجة مستحيل، كل حاجة ان شاء الله هنعملها مع بعض وهندبر الدنيا. واللي عايز اي حاجة يقولي في الكومنتات، وبإذن الله الدنيا هتمشي، مش هنصعبها على نفسنا يعني. فيلا بينا. ال50 جنيه دي يا جماعة جبت بيها اللي هو ايه، كيلو البسارية. كيلو البسارية كانت في السوق نازلة ب50 جنيه، فأنا جبت كيلو. طبعا الكيلو بيكون كتير جدا يعني، بترمي وبيكون كتير. فأنا بصراحة عملت نصها في الصينية، وكمان عملت نصها مقلي. فيلا بينا. كان عندي طبعا هريسة الشطة، أنا عاملاها لكم قبل كده في القناة وحطها في الفريزر. الحاجات دي بتنفع جدا، اي تفريزات بتجيبيها بتنفع جدا جدا، وفعلا بتمشي معاكي الدنيا. كان عندي بقى كام طماطمايه كده، جبناهم كده، هنعمل منها نصها في الصينيه وهنعمل نصها مقليه. بال50 جنيه قليت، وبال50 جنيه عملت في الصينيه. عملنا جمبري الغلابه، طعمه حلو وجميله بصراحه. انا عن نفسي بحبها جدا وبحب البسارية جدا. لما بتكون موجوده بجيبها، بس هي بقى لها فتره صغيره يعني، كانت بتنزل السنين اللي فاتت كانت بتبقى كبيره وحلوه كده. لحد دلوقتي مش عارفه اجيبها كبير. قطعت كده الطماطم سلطه، وعملت كده كام فص من التوم. انا طبعا الهريسه دي مفرزاها معاكم، وبفرزها من غير توم، عشان بحتاجها في حاجات ما بضيفلهاش توم. فبصراحه بفرزها بالملح بس، ما اضيفش عليها اي حاجه. ولما بحتاجها بطلعها وباخد منها اللي انا محتاجاه. طبعا دي هرسه شطه حمراء حراقه، ممكن انت تعمليها بارده. فبدات كده ان انا نزلت بالثوم لما دقيته بملح وكمون، ونزلت كمان بمعلقه من الهريسه الحمراء. وعامله برضو الهريسه اللي هي الخضراء، وعندي برضو الهريسه اللي هي الحمراء في الفريزر. بتنفع معايا في حاجات كتير، في دقه سمك، في دقه بتنجان. ففعلا حلوه جدا يا بنات. هبدا بقى ان انا اجيب نص البساريه بتاعتي، وهبدا ان انا انزلها كده في الصينيه. انا التتبيله بتاعتي زي ما انا قلت لكم، طماطم قطعتيها زي السلطه، وحطيت عليها توم دقيته بملح وكمون. وحطيت كمان اللي هي معلقه من هريسه الشطه. وهبدا اظبط الملح بتاعي، دقيت التوم بالملح والكمون، وهظبط برضو لو هي محتاجه ملح او محتاجه حاجه. هنكمل طبعا الصينيه بتاعتنا، هنحط شويه من الخل، وهنحط كمان ليمونه كده نعصرها، وهحط شويه زيت على الوش، وهندخلها الفرن. ما بتكملش 10 دقايق في الفرن. حطيها على الشبكة شوية، وبعد كده اديها وش على الشواية، ما بتاخدش كلها تسوية على بعضها، ربع ساعة في الفرن. بتبقى طعمها حلو. قدميها بقى جنب اي حاجه يعني. انت ممكن تجيبي نص كيلو من البسارية وتعملي الاكله دي ب25 جنيه، وعدت معاكي الدنيا. هنشوف بقى الوصفه التانية. هنزل بقى بشويه زيت كده على الوش، وزي ما انا قلت لكم هدخلها الفرن. كل الحكايه بتبقى ربع ساعه. انا والله كنت صايمه، دخلت المطبخ يعني قبل الفطار بنص ساعه. كنت مخلصه كل الاكل بتاعي، ما خدش مني اي وقت. ده الصنف الاول من ال50 جنيه. يلا بقى نعمل الصنف التاني من ال50 جنيه. هقلي بقى شويه كده جمبري الغلابه، ونقلي شويه بسارية حلوين كده طعمهم حلو. خدت برضو معلقه من الهريسه، شايفين والله خضره وزي الفل، في قلب الفريزر. بسم الله ما شاء الله. زي ما انا قلت لكم، انا من الناس اللي بحب التفريزات جدا، ومش بحب ارمي حاجه. يعني بحب ان انا احافظ على كل حاجه. ما بحس كده ان الحاجه هتجيب اخرها وهتبوظ قبل ما تبوظ، ما بدلهاش فرصه ان هي تبوظ، الاقي نفسي مفرزاها وشايلاها في الفريزر. فبتنفع معايا في حاجات كتير. نزلنا كده ببقيه التوم اللي احنا دقناه بالكمون والملح، ونزلت كده بمعلقتين من هريسه الشطه كبار، ونزلت بشويه خل. وجبت برضو كملت على الدقه كده بمكان الهون لما كنت دقه التوم شويه ميه. ونزلت برضو بعصره ليمون. هنبدا برضو ان احنا نظبط الملح بتاعنا. ودي التمليحه او دي الدقه اللي احنا هنملح بيها البسارية اللي هنقليها. كان عندي طبعا شويه زيت، كنت قاليه فيهم بطاطس. يعني مش هقول لكم ان انت هتقولوا تشرب زيت وهتقعدوا تقولوا بقى ال50 جنيه امال جبت الزيت ازاي، امال عملتي ايه. لا، الزيت كده كده كان متحمر في بطاطس، فحمرت فيه نص كيلو البسارية التاني. وبعد كده خلاص، هو كده كده يعني بتشرب الزيت اللي في الطاسه، فبترمي الزيت الباقي. كان عندي والله معلقتين دقيق اهم، حطيتهم في كيس كده، واحط عليهم معلقه من النشا. وهبدا ان انا احط البسارية في الكيس واغلفها بالدقيق. يعني الحمد لله انا بقدر ان انا اوفر حاجات كتير في اول الشهر. مش هقول لكم ان انا بجيب يعني وبركن وبروح اجيب الكراتين، ولا لا، انا بجيب على قد ميزانية بيتي وعلى قد المصروف اللي انا باخده. بس الحمد لله بركة ربنا بلاقي كل حاجة موجودة عندي. يعني مثلا بجيب نص كيلو نشا واحطه في التلاجة، بينفعني في حاجات كتير. بجيب مثلا كيسين 3 دقيق وبرضه بحطهم في البيت، بينفعوني في حاجات كتير.
كتير. كل اسبوع مثلا لو ناقص عندي طماطم، ناقص عندي حاجه، انت طبعا كل واحده عارفه ميزانيه بيتها بتمشيها ازاي. فانا الميزانيه اللي انا بتاعت النهارده ان انا جبت كيلو بسارية ب50 جنيه، فكانت كل حاجه متوفره عندي، يعني انا اللي انا دفعته هو حق كيلو البسارية، وكل حاجه الحمد لله بفضل ربنا كانت متوفره. شايفين شكل البسارية وهي طالعه من الزيت عامله ازاي؟ جمبري ولا مش جمبري؟ عامله زي الجمبري بالظبط، وبتبقى مقرمشه وجميل. هبدأ بقى ان انا املحها، بس اهم حاجه ان انا اطلعها في مصفى علشان تنزل اي بواقي دقه فيها. وهبدأ بقى ان انا ايه اغلفها كده بالدقه والتمليحه اللي احنا عملناها. بسم الله ما شاء الله، لونها جميل، والنشا مديها لون فاتح، وفعلا جمبري الغلاب. قليت وعملت في الصينيه وده كله، وب50 جنيه. بدأت كده ان انا كمان جبت نص ليمونه، وبدأت ان انا رشيتها كده على البسارية المقليه. جميله والله. كان المغرب أذن بقى في الوقت ده، فبدأت ادوق بقى عمايل ايدي. والله بتبقى جميله يا بنات، طعمها حلو. عملت كده طبق سلطه بسيط خالص. ممكن بقى تغمسيها بالعيش اللي يريحك. انا في اليوم ده بقى عشان كنت صايمه، فعملت ايه، شويه رز ابيض كده. انا بحب اكل جنب البسارية رز ابيض كده بقى ايه، واقعد اكل كده واتمزج منها. انا بحب انواع الاسماك قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم. صنفت النهارده ب50 جنيه، وزي ما انا قلت لكم، انا الميزانيه بتاعتي الحاجه اللي انا اشتريتها، انما الحاجه اللي انا بوفرها كل شهر. وطبعا كلنا ستات بيوت بنجيب طلباتنا كل شهر، ممكن نجيب طلبات يوميه، فكل واحده بتمشي بيتها على حسب الموجود. اتمنى الفيديو يعجبكم، هتوحشونا. مع السلامه.